سمانه زغطه بالصلاه على النبي. لا ام يوسف لوحديها بقى، ام يوسف لوحديها. ام يوسف لا ام يوسف حلوه. يلا يا ام يوسف، يلا يا ام يوسف. الله ينور عليك، ده احلى شويه كشك ان شاء الله. عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا. بحبكم في الله. بدأت الفيديو بأحلى زغاريت سمعتوها، دي لمتنا ولمة حبايبنا اخواتي وولاد خالاتي، وكالعادة كده بقالي كذا فيديو بنزل لكم كده ايام الفلاحين وايام الريف والحاجات الحلوة اللي بنعملها. وطبعا النهاردة الوصفة اللي معانا كتير قوي عارفها وكتير لسه ما يعرفهاش. احنا يا جماعة الموسم بتاع القمح دخل بيوتنا، فالطبيعي بتاعنا ان احنا هنعمل الكشك اللي انتوا بتعملوه، كشك المزية، وبنطبخه بيبقى جميل جدا. تعالوا بقى نمشي مع بعض كده خطوات الفيديو الجميلة جدا، نعرفكم ازاي احنا بنعمل الكشك بتاعنا، الكشك الفلاحي اللي بيتباع ما شاء الله كيلو دلوقتي وصل ل50 جنيه منه. بنمشي معاه ازاي، وازاي ان هو قد ايه بيبقى متعب لينا وبنتعب فيه قد ايه، بس بناخد بجد حاجه نظيفه، حاجه عاملينها في ايدينا بايدينا اسفه في بيوتنا، حاجه كده بناكلها بنظافه. تعالوا نقول لكم اول حاجه هنا احنا كنا بننقي القمح زي ما انتم شايفين. بنطلع القمح، بنمسك القمح واحده ونقعد ننقي في القمح، بنحوش منه الطوبه، بنحوش منه القمحيه اللي عليها شعيره، بنحوش منه القمحيه اللي فيها حته سودا او اللي هي كل لونها بني، ده كله بنحوشه من القمح. وبعد كده وطبعا بيتغربل، يمكن اللقطه بتاعه الغربال دي ما جاتش، الحاجه والدتي ربنا يبارك لنا فيها ويحفظها كده، وكل سنه وهي طيبه وتفضل معانا العمر كله يا رب. هي اللي ماسكه الغربال بتغربل وتكب لنا بقى في الصواني، واحنا نقعد ننقي كده لحد ما اختي بتقول لي ايه، اول ما عينك تروح اعرفي كده ان القمح نضف. طبعا الفيديو ده انا كده هسمعه لكم بصوته، هيعجبكم جدا لانه بجد فيديو لذيذ. بس لايكات كتير لمطبخ الرضا، وبحبكم في الله، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وبتمنى دعمكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان نكبر بيكم ومعاكم احلى متابعين في الدنيا. يلا بقى ندخل مع بعض الفيديو ونشوف احنا عملنا الكشك ده ازاي. ده القمح اللي انتوا كنتوا شفتوه امبارح، اللي احنا كنا بقى بنغربله كده عشان نطلع منه الحاجات اللي هي القمحيه، الطوبه، الحصوايه، القمحيه البايظه اللي هي الضعيفه، القمحيه اللي فيها حته سودا من ورا، ده كله طبعا بنحوشه ونطلعه. دلوقتي القمحيه اللي فيها شعير، دلوقتي طبعا خدنا القمح ووديناه مكنه الدش، وديناه مكنه الدش، وطبعا زي ما انتم شايفين دشناه وجبناه بقى زي ما انتم شايفين كده، شايفين بيبقى عامل ازاي. طبعا احنا مش هنحطه كده علشان في حاجات لسه دي زي الدقيق كده، لو حطيناه كده هيبقى فيه دقيق من جواه، فطبعا هيخلي الكشك يسوس. فطبعا احنا دلوقتي هناخد منه وهنبدا نعمل فيه زي ما هوريكم دلوقتي هنعمل فيه ايه. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده ان احنا بنعمل ايه يا ام يوسف، بنحلل كده، بننزل الناعم اللي فيه عشان ما يتوصش الحرش بقى ده اللي هو هيتعمل الكشك. بصوا والقمحايه تكون متكسره ثلاثه صحيح عملت كده. القمحايه معموله فيه ثلاثه متكسره ثلاثه في المكنه. ايوه كده زي ما انتم شايفين. ده بقى الكشك اللي هو الفلاحي الفيومي، وطريقتنا فيه كل بلد ولها طريقه. اللي انتوا بتاكلوه اللي هو كشك المز يا جماعه، اللي بتعملوا منه كشك المز. شايفين بقى اللي هو زي الدقيق ده ما يتحطش فيه خالص اطلاقا، يعني يتركن على القمحيه نفسها. ايوه ده يتركن، انما احنا بناخد منه الخشن اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا لسه مرحله اللبن بقى، تصفيه اللبن هنوريها لكم، وطبعا واحنا على الكانون بقى مش قادره اقول لكم، اتفضلوا معانا. دلوقتي هنا بقى كان اذان العصر بيأذن، عشان احنا قلنا نعمله في الطراوه، مش هنعمل في الحر عشان ما يبقاش حر ونار يا جماعه. بقى حطينا الحلل زي ما انتم شايفين كده، وعملنا بقى الكوالين بتاعتنا، وهنبدا بقى طبعا انتوا هنا بتستنوا لما الميه تغلي صح؟ لما تقولوا كده عشان انا اول مره اعمل كشك في حياتي. لا الميه تغلي الاول كده لازم الميه بتاعته تغلي زي ما انتم شايفين، عشان طبعا ان هو بيتقلب اصلا في قلب الميه السخنه دي. اول ما الميه بقى تغلي معانا كده ونحس ان هي غلت معانا، هنبدا نوريكم بقى اللقطه الثانيه بتاعتنا اللي هنعملها ان شاء الله ايه. ننزل بقى يلا يا جماعه كده، الميه سخنت بقى غلت طبعا صح؟ طب يلا سمي الله وصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا يا ام محمد شد حيلك.
انا عارفه النار والجو حر وحاجه الله المستعان. الجو برد يا شيخه جنب النار خالص. المكيف شغال. المكيف شغال. انتوا عايزين تاكلوا كشك؟ هو كده لازم تتعبوا. هتلفيه؟ ايوه هات شويه جابت. الله. الميه دي كتير هاتي. مش عايزه النار تقيد بقى. ده صلي على رسول بس الله. انا هتبوظ لي الكاميرا عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي الرسول. الجو سخن منه حر ومنه والله يا جماعه. الجماعه اللي في الارياف دول ما بياكلوهاش الا وهي مطربه. ايوه زي ما اختي قالت لكم كده، ما بياكلوهاش الا وهي مطربه. والله لازم نتعب في الحاجه عشان نحس بطعمها. يا ساتر يا رب، يا لازم ساتر يا رب. تقلبي عشان ما تشوفش. كل ما تقلبي اكتر تاكلي كشك اكتر. دخلك ام عبيد. خربتك ام عبيده. لا ده هو الجو بيقلب هوا، تروح هتدفع علينا احنا هنا. تعملي تاني. هي هتعمل السنه دي وبعد كده هنشتري جاهز. حرك عشان ما تشوتش يا خالتي. نبدا تعالي يا خالتي جاي. كل واحد ياخد شويه. هنا ما فيش دخان يا خالتي قوي. يا ساتر يا ساتر يا رب. اللهم اكفينا حر نار جهنم يا جماعه. اللهم اكفينا حر نار جهنم يا جماعه. بحاول اقرب عشان اصور على قربي مش عارفه اقرب. اسحبيها ايوه كده شويه عشان تهدي النار. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلي على رسول الله. لا دي ما بتعرفش تسكت. دي فيديو البلح برضو فضل تعمل فيه كده برضو. مبلصه. ايوه اقول لك مبلصه بقى. هطلعك على النت المبلصه دي. ولازم يشرب الميه دي يا ام محمد. ايوه الفلفل كده زي الرز يا جماعه واهم حاجه جنبي كوبايه شاي سخنه. لا سخونه مع سخونه عشان الدنيا تبقى جميله، عشان نسيح واحنا واقفين. شاي روح عند امك تديك. مع عبد الله. انا مش عايزه نار قايده تحت الحله اللي بتطير. انا عايزاها تبع الصهوه دي. طب ما انا حايشه البتاع خالص اهي. دي كمان او ده بقى كمان اول ما بيستوي كده وتاخدي منه وهو سخن كده بقى في الطبق، حطي عليه سمنه كده، فضلت خيركم سمنه بلدي كده، معلقتين على معلقتين سكر، تاكليه بقى وتروحي في حته تانية. صوبعك وراه. تروحي في حته تانية تحسي ان انت كده لا 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 لا. احنا هنعمل وهناكل وانتوا فرجيهم. وانا فرجهم. واحنا ناكل وانتوا فرجيهم. كده بقى. لا ما تخافيش مش حاجه كده. لا مش على كده الدخان عشان عينيا. عشان عينيكي لا ما هو بصراحه شيء صعب على مهلك. وشدي حيلك قلبي بقى عشان ما يشدش من تحت. تقل هو تقل داخل على السوا بقى خلاص. اشرب الميه بتاعته. الرجاله بتتعب والنعمه النسوان اللي بتتعب. ستات يا حبيبتي. ستات نسوانها كلها اي حاجه. ايوه بره الدول اللي بره بيقولوا الحريم. الحرمه والمراه. تعالي هتقع. اهم حاجه التقليب فعلا يكون من تحت قوي. عايز بس ايه بقى حد كده شديد. لا الخير والعاده منكم يا جماعه، انتوا الخير والبركه. صلي عليه الصلاه والسلام. اللهم ارحمنا برحمتك. كل ما يبدا يشرب الماء محمد بعد اذنك يا محمد. انت قفلت على الكاميرا وقفلت على الدنيا كلها يا محمد. معلش يا محمد. ما انا الف يعني انا الف. لما تجيبي انت من هناك عشان الدخان هيعميني. انا هنا ما فيش دخان وهناك ما فيش. ما هو هدي. طب اقطع البلوك انت اللي وراه يا باشا. شد الفرق ده كمان شويه بالراحه لحسن الحله نفسها الثانيه تتقلب عليكم. هات الناعم يا ابو محمود. هات الناعم. الناعم بقى اللي هو طلع من الكشك من القمح واحنا قلنا مش هنحطه. صح يا محمد. ايوه مش هنحطه. هنرشه دلوقتي جوه. نرشه بقى شويه عليه في الاواخر بعد السوا.
عايزه احاول اقرب بس السخونه على وده الناعم بعد ما حللناه. هو يرش بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله اكبر. ده بقى اللي هو النعم اللي قلت لكم عليه في الاول، احنا مش هنحطه دلوقتي خالص، ده بنحطه في الاخر بقى زي ما انتم شايفين كده، كفايه كده ولا انا لان بحط طبعا مش حرام شايف. ان هو برده ان هو يترمي يعني. فبنبدا نعمل فيه سكر، زي ما انتم سكر. شايفين كده، سكر وانت بتعمل ملوخيه اهو. ده بقى بس عايزه اقول لك السخونه بتخلينا نقول كلام غير طبيعي. السخونه بتطلع كل حاجه على طبيعتها، وانا منزله لكم الفيديو ده على الطبيعه يعني. طبيعه اكتر من كده ايوه على تعمينا. الطبيعه. طب ثواني ورينا يا ام عبد الله اللي انت حطيتيه على الوش كده. ده الناعم اهو. الكاميرا على التليفون غلط اصلا. ده الناعم بقى اللي انا قلت لكم مش هنحطه دلوقتي، اللي هو طلع من التحلله. ده نرش على الوش بس. نعم لا تقولوا انتوا اللي انتوا عارفينه. انا دقته هوا عشان هو كده طاب، بشوفه استوى. طبعا ما طابش. استوى حاجه ماشي استوى. بلاش طب بتاع الفيوميه دي يا بنتي ما انت قلتي بقى على الفيديو على الطبيعه، يبقى كله على الطبيعه. احنا هنتجمل، مش كفايه دخان خلاص وتجمل. كده بندوقه ونعرف بقى ان هو استوى. ام يوسف لازم تدي التاتش بتاعها. بصوا كده بقى زي الجليله اللي بتتعمل باللبن. أيوة. بس ده بقى باللبن اللي هو الحادق المخيط عشان نعمله المايه يا اختي. المخيط برضه. شايفين يا جماعه اللبن الفيوميه والكشك بتاع الفيوميه على فكره احسن كشك. شفت الكشك كله بتاع الناس كلها والعالم كله هو فعلا الكشك بتاعنا ده جميل قوي بنتنقي ونضيفه معمول. شايفين؟ وده على فكره بنحط له سكر وسمنه وبناكله. احنا لسه هنعمل الحركه دي ونوريها لكم. بس هنوريها احنا لكم معزومين عليه عند ام دوا. كده بقى هننزله شويه وهنفرشه وهنوريكم برده بقيه الفيديو ان شاء هو الله. كده خلاص استوى كده السوا بتاعه بنعرف ازاي ان هو استوى. انا ان هو شربت، انا بعمل يكون خلاص. بندوقه كده وتيجي تدوقيه تحس ان هو كده بيندغ تحت لسانك أيوة، كده زي الرز يا جماعه، زي الرز. اللي هو ايه زي الرز بالظبط كده احنا فلفل هنوريكم وحلو. خطوه خطوه. كده هنشيلها؟ خلاص احنا هننزل الحله بتاعتنا بقى. خلاص بقى كده هتعملي فيه دلوقتي هتبرديه بقى صح؟ هو بيبرد كده وبتحط عليه اللبن؟ بعد ما يبرد خالص يعني لسه بقى معانا ساعتين 3 كده على ما يبرد. يعني نص ساعه. بصوا بقى هنا في صواني اهو، هي بتبدا تاخد بقى كده زي ما انتم شايفين بالطبق، وبتبدا تهويه بقى كده. لازم يتهوى لانه لازم يبرد قبل ما نحط اللبن بتاعنا، وانا هوريكم مرحله اللبن او اللبن اللي هو بنحطه. بس طبعا لما نيجي بقى لمرحله اللبن دي هي بدات اهي بتحطه زي ما انتم شايفين كده، ولازم تفككيه من بعضه كده لانه طبعا مع الميه بيتمسك ببعض. زي الرز كده. ايوه بس كان عايز بقى مقصوصه كده او اي حاجه احسن من الطبق ده، تدوسي عليها كده تروح عاملاها على طول. والله لا يمسك قوي يعني. ايوه ما شمسنيش. وبعدين مصاصات شيل كتير. دي الحله الاولى اهي. طب ثواني يا ام احمد كده معلش على جنب كده عشان النور. احمد مين فينا؟ احمد محمد عشان هو بيبان كويس. وعامه الاضاءه بقى هي اللي عكسه لان هو لازم يبقى في مكان ضلمه شويه عشان خاطر الدبان بقى وانتوا عارفين يا جماعه يعني. اقعدي كده عشان جلابيتك البيضه دي ما شاء الله بتبان. عشان يعرف يوم ماشي فيا بجلابيته والخمار ده الخير والعدم منه. ارجع بنت هناك. السلام عليكم. طب عشان اقعد اهي ده حبيبي قلت عليه بسم الله قلت بس اصبري. خلاص ماشي قولي بقى انت حره. قولي ما انت حره بقى. سمنه البلدي يعني على البلدي يا جماعه، يعني على البلدي. الوليه صاحبه الكشك دي مش عارفه مالها كريمه كده ليه. عطينا شويه سمنه قليلين. عطتنا كانت حته كده يا جماعه. ايوه قعدت كده اجيب بلدي على ما سيحنا البلدي راحت معموله في الحله وخست خالص. ضحكت علينا. ايوه ضحكت علينا واحنا بقى ما شاء الله يا جماعه بقى اللي عندنا بقى يعني انتوا عايزين ولا تجيب سمنه كل حاجه. ده مش يومها النهارده ولا ايه؟ يعني هو محمود اللي بياكل السمنه. حد عنده عروسه حلوه حلوه محمود بالسمنه دي بس. واد بتاع سمن بلدي وحماريكه كده وابيضاني عايز عروسه. خدي بقى كده يلا. نعرف يا اختي. قلبي قلب دي جبناه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحط بقى السكر وخلاص. هو يسحبها من السخونه وممكن تبقى كده. في ناس بتعمل السمن اللي وتحطوا له لبن بقى بس مفيش او لبن. اللبن ويغلي وتروح كبه فيه السكر وتروح بقى كبتها زي التسقيه. وكان عايز حاجه بس هو السكر هيسيح دلوقتي من السخونة. السخونه. هو لو في لبن بقى كان ظبط الدنيا بس مش مهم. دي بقى اسمها ايه يا عمتي؟ سيسه.
اسمها بسيسه؟ ايوه بس بستيها انت؟ والله العظيم بيقولوا كده. ها بس هما بيقولوا بقى ساعة بتعمل كده البسيسه. اه والله معرفش بقى. هي دلوقتي لو شويه لبن هتبقى بالظبط عارفه ايه؟ بليله. بليله مش بسيسه. هي عايزه شويه لبن وتبقى بليله. بس دي بليله زي الرز ده بس هي بتبقى جميله قوي. يلا بقى بالهنا والشفا يا جماعه، بعد اذنكم بناكل وبعد كده نرجع فاصل ونواصل. هنوديه مارينا. هنوديه مارينا. ده اللبن بقى اللي انتوا صفطوه؟ اللبن المخيط. اللبن المخيط. اللبن التخين. مخيط. اللبن اليابس. اللبن اللي اي حاجه. اليابس. اللبن اليابس. اللبن الجميل. جميل زي بعض. ايوه. قال لي ايوه بيقول لك ايه بقى يا قلبي؟ حطي لبن عشان ده عايز لبن تاني. قال لي الكشك قال لك ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. هنا يا كشكي. مفيش اغنيه للكشك ده وتعبوا. لا وماله احنا وبسكويت. بسكويت. قالوا على البسكويت مش على الكشك. قال لي الكشك قال لي يا ام محمود طري يا ام محمود طري. ايوه وانا عماله اطري باللبن اهو. انت يا حنين، انت يا حنين تغني. يلا هاتوا حنين. هاتوا حنين. ده مش بتاعي يا بابا، بتعملي ده الخمار ده باين بتاع مرفعان. هو كده بقى بعد ما برد خالص وبردناه فكيناه بقى باللي هو ايه؟ خالص واحده من واحده كده. ايوه. مش كلاكيع فيه. اي كلاكيع. نبدا نعجن فيه بقى باللبن. اي كتل ولا اي حاجه من دي. كده يا ماما. ايوه. واللبن طبعا بيكون مصفي يا جماعه. انا ما جبتش اللقطه دي بقى بس يلا ما ان شاء الله خليكي تجيبها لو توريها لهم مره. احنا هنعمل ان شاء الله. بيكون مصفي كده ونوريها لهم. نقول لكم اللقطه دي. يا جماعه دي عاده مش عايزين نقطعها. كل سنه وانتم طيبين. لو ما تعبوا وقالت لا انا هعمل المره دي مش هعمل تاني. من هنا ولا بخليهم كل سنه يعملوا شغل هشتري كل سنه وانتم طيبه حتى لو حبيبتي. مفيش لبن هشتري لهم لبن. على فكره احنا هنتبرى منك من المره دي. عمكم احنا هنعزل اصلا خالص. حبايبي. انتوا حبايبي بتعملوا لي الكشك. حبايبك شوف الجماعه الاشكال اللي انتوا شايفينها دي بتاع الخبز باليوم والكشك. الفرح ان شاء الله. لا ده ما ساعة خميس محمود بقى نبقى نوريكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نصورها لكم برضه ان شاء الله بقى ونصور الذبيح والطبيخ ونصور العريس والعروس والطباخ والدنيا الحلوه بقى. كل حاجه ان شاء الله باذن الله. والعجل اللي هيتذبح. وكده مش عايز لبن تاني بقى؟ حد سمعنا زغطه بالصلاه على النبي. لا ام يوسف لوحديها بقى. ام يوسف لوحديها. ام يوسف لا يا ام يوسف حلوه. يلا يا ام يوسف. يلا يا ام يوسف. الله ينور عليك. ده احلى شويه كشك ان شاء الله. مش عايز اي حاجه تاني. وكده خلاص كده يعني مش عايز لبن تاني؟ وبعد كده بنقطعه كده. بتقطعي ازاي يا ام يوسف؟ زي الزلابيه زي الزلابيه. ايوه ما اعرفش. العصر طب هو كده لا استني. هو كده مش مثلا لسه بيضطر تاني برضه لبن ولا خلاص على كده؟ لما نيجي نقطع بقى. لما نيجي نقطع بنطرش شويه. اوعى. يعني هو كده خلاص بقى. وده بقى مش هتقطع النهارده؟ لا ده بكره العصر كده بيتغطى عشان يختمر. عشان يختمر ويفوش ويزيد. ايوه كده. وبنسقي لبن بقى واحنا بنطلعه بقى. يلا يا حنين. تعالي يا حنين معانا الصلاه على النبي. يا حنين يلا بسرعه عشان هم خلاص خلصوا. فيكم صل على سيدنا وتبقى هدية ليه عشان المولى يساعدنا ونشرب من ايديه نفوز بجواره في الجنة يا محلى الجنة بيه مصطفى منبعه للصفا سيد الأنبياء عليه الصلاه والسلام. يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان سيدنا النبي والله العظيم يا ناس مالينا غير النبي عليه الصلاة والسلام. العترة وبحر الروضة أول ما ذكرنا نبينا العترة وبحر الروضة عالنبي جينا وصلينا يا بيع الله الله بجواني أحمد الشافي على أنظاره الله الله. إن الصلاة على النبي وآله يسلو بها من شاء أن يتطهر عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك وأكثر من أمثالك يا بنتي. ده هيبقى شوية كشك
مش قادره اقول لك. ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. ربنا يجعلهم زي العسل ويكون ختمهم مسك. يا رب اللهم امين يا رب. ده اللبن يا جماعه اهو، ده اللبن اللي احنا بنحطه عليه جوه في المقاعد. ده اهو. احنا بقى الكشك خلاص يا جماعه اهو، بعد ما خلاص كده كنا عجناه بقى باللبن، وهو كده دلوقتي هنبدا نغطيه اهو. معلش بقى صوت الاطفال والوش، بس انا حبيت اجيب لكم بطبيعه اليوم بيبقى جميل ازاي يعني، صوت اطفال ووش وكده، بس معلش بقى تحملونا. كده خلاص كان اتعجن بقى معانا اهو زي ما انتم شايفين. هنسيبه بقى ان شاء الله لبكره العصر باذن الله، عشان هو لازم يتغطى ويتساب عشان هو يختمر. طبعا بنرش بس على وشه اللي هو الدقيق اللي كان نازل منه. طب ده ليه يا ام محمد بيترش عليه ليه؟ عشان الهدوم بس اللي هتتحط فوقيه، عشان ما يلزقش يعني في الحاجه اللي هي تغطيها بيها. هو كده دلوقتي هيتغطى بقى بصينيه، وبعد كده نحط عليه ملايه من فوق او ملايه، وبعد كده الصينيه. فبنرش بقى عليه كده عشان ما يلزقش بس في الحاجه اللي احنا بنعملها. هجيبك بس ما تستعجليش يا بنتي. مش عارفه اشوف ايدك وهي بتعمل. مش عارفه، لا مش عارفه اشوفها بتقطع. اركبك يعني عشان اشوف. اركبي. بص ثبت على الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. مش عارفه والله، بتجري بسرعه. هاتي يا بنت. يلا اقلب بسرعه. هي بتجري بسرعه يا اختي، مش عارفه اعمل اشوف. ارجع يا روح، ارجع انت قدام انا نحفظ الصف. اقعدي على السلم بالشنطه، روحي اقعدي على السلم بالشنطه، روحي اقعدي جنب دعاء. جبتك يا اختي من فوق. عشان الفتة تقعد حرام. هات يا ساره. دي ما جاي بالها، ما محمود بتجيبها صغير. بس بيمسكوها ما بتوعدش بقى لو فتت منهم لا يمين ولا شمال. عامل زبده. ما يعملها بقى الزبده دي. زبده ايوه. ايدك حلوه يا ايمان، ما تخليهاش تظهر. ايدك حلوه كده. قولي انت طيب، انت بقى انت اللي هتجيبيها بالبتاع الاحمر الحلو ده. ما هي شيماء بتقول احمر على ابيض. ماشي جايه. ايوه قديمه يا جدعان والله، عبايه قديمه قاعده عندي في البيت. قديمه ولا جايه حمرا لابسها بس. خدي دي يا شيماء. واعملي عشان انت ما شاء الله عليكي تنزلي. ده راح تصلح خالص. بتحب اللون الاحمر. بتحب اللون الاحمر. كان خيال كله جاي في على التليفون. تعالي المكان اللي عديك ده واصل. هو جاي كله على التليفون. تعالي. كده ولا كده جاي برضه؟ كده ولا كده جاي برضه؟ عشان الشمس جامده فجاي كل الخير بتاعنا كله. الخير مداري على الحاجة. امشي بقى يا بنت يا يمين. اديها لامك، اديها لامك، اديها لامك، خليها تعمل شويه. يا امي هتموتي. طب هاتي بقى ده انا هنفضيه وخد. جبت ايه؟ هاتي يا ايه، هاتي يا ايه. لسه ما طرهوش. هو بيقعد على السطح كده قد ايه بقى؟ اسبوع 15 يوم. اسبوع ولا 15؟ 15 على حسب. يا شيخه تهيألي اسبوع الجو حر. ال 15 دي تخليه طول عمرنا نحط 15 12 يوم. 12 يوم. 12 يوم. عادي يعني مفيش ضرر لو قعد. لا ما بيتهيألي لو قعد وكتر بيعمل كده يتفتفت من بعضه. يجربوا اي حاجه والله ولا حاجه يا ام احمد، بس هو لازم بتاع الشمس بقى حلو. ما يعفنش، ما بيقولوش حاجه لما تلميه. الكيس كده بنقطع على ايه؟ ما تقولوا لي مش على عارفه. بردي، على بردي والجريد، بردي والجريد نظيف كده واخضر ورور كده. ورور يا فجل. مش هي عايزه نتكلم بطبيعتنا؟ ايوه. عجبكم بالطبيعه ولا ما عجبتكم؟ لو عجبك طبعا زي الزفت. طبيعه فيومي. طلعي لها بنكاك يعني، هما بيقولوا على بتوع الفيوميه كده وانت ما شفتش بتكملي. الواد اللي كان جاي بيقول لك يا اعمل في الكتكوت.
ايوه لا خليكي ابعدي. خلاص بقى دلوقتي ما بقاش بيقولوا عليهم كده بقى خلاص. يا احنا ولا حدش حلو ولا احنا يا خالة وعملت ها يا ام محمد الشيماء خالتك يا اخت محمد يا بنت كيف عقد يا قلبي انا اقدر استنى عنك يا بنت يا رؤى بنت صغيره قوي دي حلوة من هنا من الجماعه الصغننين خلص آية خد يا مرة جدع هتعجن الدنيا في بعضها تاني. بركاتك يا حد حنين تعالي هنا. حنين. حنين وهي هتقطع ما هي عشان كده بندهلها. بس اهم يا ام محمود عبد الجراد هنا كده في الجنب. بقى كده. حبيبتي حبيبتي شوفي بتوريني تقولي شوفي اللبن بيدخلها في جسمك ده روان نشف اهو طالما نشف كده وبيتفرك كده يبقى نشف اهو اهو شايفين ومش عايزه اقول لكم بقى على طعمه شايفين حاسين شامين. انا باكل تحطوا لي انا لايك. بقول لكم انت ايوه اهو بنلمه بقى كده ماشي. وفي حاجتين في ناس بتحطه في زير وفي ناس بتحطه في شوله احنا بنحطه في الاثنين زير. الزير ده في ناس مش عارفه يعني هو الزير اصلا. الزير بتاع الميه هم بيقولوا عليه هو ليه اسم تاني وانا ما اعرفوش وليه اسم تاني الزير. الزير البكله. لا البكله دي حاجه والزير حاجه ما دي ايوه ما انا ما قلتش حاجه. رايك يا رنا؟ زير من الفخار ايوه كده. اهو شايفين ناشف سامعين ايوه سامعين. سامعين الصوت ايوه بيقرمش. بيقرمش اهو بيقرمش ولذيذ ويملى التانك. بس يا ام عبد الله كل سنه وانتم طيبين. يلا لموا بقى الدنيا بقى يلا. اهو ادي الكشك اللي تعمل منه كشك المظ ولا المظيه والكشك اللي احنا بنطبخه وكل انواع الكشك يعني وكشك ببيض وكشك بطماطم وكشك طبيخ واي حاجه عايزين تعرفوها عند الفلاحين هتلاقوها. ونبله وناكله عادي كده لوحده. شوفي رؤى. واي حاجه عايزين تشوفوها وتعرفوها عندنا احنا وبس حصري. الكشك بتاعنا اهو حاجه كده عسل عسل عسل. كل سنه وحضراتكم طيبين عشان تعرفوا بقى ان احنا بيوصل لكم الكشك على الجاهز يعني احنا بيطلع عينينا على ما بنعمل الكشك ده بقى عشان يوصل على الجاهز. اخلى العدم كده من ايدك انت يا ام دوقه لازم كده يا ام دوقه ما قلتيش اي حاجه على الفيديو بتاع الكشك ده خالص. عندي برد بقى مش لا ما قلتيش حاجه خالص. اعمل ايه بس؟ يلا. لا قلت واحنا بنعمل تحت. لا قالت والله ساعات كانت بتعمل ده بقول لك الكشك بتاعنا ومش عارفه بغني. والله وبتغني ماشي. كل سنه وحضراتكم طيبين. بتمنى بقى ان الكشك بتاعنا كده يعجبكم وطريقتنا ونظافه الفلاحين في حاجتهم ولايكات كتير كتير للمطبخ الرضا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موظفين الكشك ده اللي عمك بيتدلع. والله صوتك والله صوتك جاي. ماشي يا ابو محمود ماشي. ده بقى الزر اللي احنا بنقول عليه اهو. مش مهم الخرم ده عادي يعني بس اهم حاجه هو فيه مشمع اهو. اهو فيه مشمع اهو. نحطه فيه زي ما انتم شايفين اهو. لا ده ما فيش فايده فيه اخويا ده. ده هنا الشوال اهو. ومن فيه برضه اهو. يا ام عبد الله كب كده.